بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة. وطبعا عربيات النهاردة اللي احنا بنعرضها عربيات مغيرة نص أمامي أو نص خلفي. طبعا العربية اللي معانا الأولى هي عربية سيراتو 2011. العربية دي مغيرة النص الأمامي وقطعية عند رقم الشاسيه. طبعا الهدف من رسائل التوعية للعربيات اللي مغيرة نص، انت طبعا لما تشتري عربية تقدر تتأكد وتفحصها في اي مركز يعجبك. دي العربية التانية اللي معانا النهاردة عربية اكسنت، وطبعا العربية ايضا هي مغيرة نص امامي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنا الشغل واضح، هنا النص طبعا فيه قطعية موجودة لعربية اكسنت مغيرة النص الامامي. طبعا دي رسالة توعية تانية للعربية اللي مغيرة النص الأمامي وشغل عند رقم الشاسيه. وهنا طبعا مكان القطعية واضح وظاهر والبوتامين موجود معانا. هنعرض طبعا عربيات كتيرة النهاردة. في عربية اللي معانا النهاردة دي عربية لانسر مغيرة النص الخلفي. العربية دي كانت 2014 مغيرة النص الخلفي، والعربية دي كان مكانها في شبرا وجت فحصت عندنا في مركز الخطيب. كل العربيات دي اتفحصت عندنا في مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. طبعا العربيات دي تم اكتشاف تغيير النص فيها، وطبعا العربيات دي معظمها او كلها هتاخد رفض في المرور اذا كان الشغل طبعا غير امن، وطبعا مفيش امن وسلامة في العربية. فطبعا احنا طبعا بنحذر الناس عشان لما تشتري عربية تفحصها. دي العربية اللانسر 2014. عربية اكسنت ايضا مغيرة النص الخلفي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. في هنا شغل العربية طبعا مغيرة النص من تحت زي ما احنا شايفين، مكان الشغل ومكان البوتامين واضح. هنا طبعا مكان التغيير، وطبعا الشغل بتاعه طبعا شغل مش كويس. العربية غير آمنة بالمرة. طبعا ده هنا طبعا بوتامين زي ما احنا شايفين كده مع بعض، والشغل مغير نص خلفي لعربية اكسنت. طبعا العربية دي كانت 2010. طبعا دي بتدخل تحت مسمى الرسائل التوعية في مركز الخطيب. هنشوف كده برضو مع بعض مجموعة عربيات تانية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الشغل اهو موجود، الفليتو طبعا ده عامله طبعا شغل سيء جدا، مش كويس طبعا ومش آمن للعربية. العربية اللي معانا بعد كده دي عربية كروز. للأسف الشديد العربية دي أيضا مقلوبة ومغيرة النص الخلفي ومغيرة السقف. العربية دي 3 أجزاء على فكرة، مغيرة النص ومغيرة السقف. والعربية دي طبعا صعب ان هي ترخص لان العربية دي 3 أجزاء. الهدف من رسائل التوعية زي ما احنا قلنا، واحنا بنعرض مجموعة من العربيات مع بعض علشان لما تيجي تشتري عربية افحصها في اي مكان، عشان دي استثماراتك كلها. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. ليس لنا فروع اخرى او اسماء اخرى.